وبقالي ساعتين في الشارع قضيت عصير وما كلتش. فين صاحبك طاهر يحكي لنا شوية حوارات، مش شايفه ظاهر والكل بلد عالشربات. يا سمير يا قصير اطلع يا ابني من الريموت وبسرعة للحلقة تفوت. ميزات تماسي ميزات تماسي، انا جاي ماشي ومفيش تكاسي. هو علي فين من بدري كل عصومة يسوق يجري ومشوف جارك يا اجري ولا مش جاري. عاوزين يودوا الفرخه تتشوي ب30 جنيه. طب وعلى مين؟ انا هعملها لكم احلى من اللي بتيجي من بره. هاتي كميه الفراخ اللي تعجبك ودي كلها وراك، احنا شاريينها كده لان معظمنا بيحبها كده. وهاتي علبتين زبادي او شويه لبن يكونوا قريبين عندك بس ما يكونوش قدام قوي، وانزلي عليهم ببابريكا وفلفل اسود وملح وتوابل فراخ وجنزبيل وعسل اسود وقرفه وانزلي عليهم ببرتقانتين ومعلقتين كاتشب، ولو عندك دبس رمان او صويا صوص وعايزه تحطي بس العسل الاسود بيحل محلهم عادي يعني. وبعدين هاتي بصلتين وطماطمتين وقرن فلفل اخضر وشويه خل وقومي جايه ضربهم وبرتقانه واضربوهم في قلب الخلاط، وبعدين صفيهم زي ما انت شايفه كده. خدي الميه بتاعتهم بس، وتقدري تاخدي كله بس انا مش انا عاوزاها ناشفه خالص. وبعدين اهي عملت الميه مع شويه ورقتين لورا بقى كده حلوين وحدقي بقى زي ما انت عاوزه. وطبعا الملح ما تنسوش، مكعبين ماجي وكتري البرتقال ما تخافيش، وحطي لون زعفران او كاري او كركم، بس انا مش بحب الكاري او الكركم فبحط سكه زعفران بسيطه خالص مع العسل الاسود بتديني اللون التحفه اللي هتشوفوه في اخر الفيديو. هاتي بقى الفراخ بتاعتك وتكوني غسلاها كويس جدا ونقعاها كويس جدا وتكون شايله زفرتها، لان ده عامل اساسي اللي هيخلي لك الفراخ بتاعتك زي الفل واحسن من اللي بتيجي من بره. وبعدين شقيها كده بالسكينه، اعملها فتحات كده بحيث ان هي تستوي كلها وتكون زي الفل. وبعدين اعصري كمان ليمونتين او العسل الاسود، باكد لكم ان انا حطيت عسل اسود لان اللي في الاول ده ما كانش عسل اسود. وبعدين انا كنت بحسبه عسل اسود يعني بس ما طلعش عسل اسود. وبعدين بقى انزلي بالتتبيله، والتتبيله دي انا عملتها قبلها بيوم وعندها في التلاجة، تقدري تعمليها قبلها ب4 ساعات، تقدري بساعتين. والله لو عملتها قبلها برضو مش هتكون وحشه يعني، قبلها على طول مش هتكون وحشه، بس طبعا لما يتبل في التتبيله هتكون احلى واحلى. هاتي بقى كرنبتين حلوين كده يكونوا خضر ومرعرعين، ربنا يجعل ايامك كلها خضره وزي الفل. وبعدين قطعيها كده من فوق من عند الراس زي ما انت شايفه كده. شيلي بقى الراس بتاعتها وشيلي الورق الاخضر ده، اسلقي منه ورقتين عشان انت بتحطوهم في قعر الحله من تحت او تحطوهم على الوش من فوق عشان المحشي بتاعك يكون مستوي كله زي الفل. وخشي بقى، وعلى فكره دي كانت عزومه، كنا احنا معزومين كلنا تحت في بيت العيله. ربنا يخلي اللي عازمنا ويخلي البيت كله يا رب ويخلي حبايبكم. هاتي بقى طبق كبير او حله كبيره وحطي فيها ميه وبقى حبه كمون وحبه ملح ونقطه زيت عشان تسلقي فيها الكرنب. والحله التانية تقلي فيها حته ليا او حته دهنه وشويه زيت كتار، كتري زيت وسمنه، كتري زيت اكتر كمان. وانزلي بقى بكميه البصل، احنا عشان هنعمل محشي كميه كتيره او هنعمل عدد كتير يعني فانا كترت البصل. وبعدين هتعملي احلى تسبيكه للمحشي دلوقتي، كله هيقولك يعني تسلم ايديكي بجد بصراحه. هم قالوا لي تسلم ايديكي عشان كده بقول لكم كده. طبعا كنت انا واقفه انا وسلفتي يعني مش انا لوحدي. هتسلقي بقى الورقه، مجرد ما هتدبل معاكي كده تقوم جايه شايلاها وما تقسيش عليه لان هو كده بيتنيه محتفظ بالحراره بتاعته شويه، ما تقسيش عليه قوي عشان يكون معاكي حلو زي الفل كده. وبعدين اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب، ربك يجعلها كلها ايام سعيده عليكم، وكل واحد نفسه في حاجه ربنا يعملها له. ده التوم اللي انا مخزناه لسه الفيديو بتاعه يا ترى هينزل او لسه نزل او لسه هينزل مش عارفه على حسب ترتيب الفيديو. انزلي بقى بمعلقه توم محترمه كده في نص الحله وعليهم قرن شطه سبايسي كده، تضحكي عليهم واقول لهم مش سبايسي بس اعملي سبايسي عشان يكون زي الفل. وبعدين انزلي بقرن شطه حلوه او قرن فلفل كده، مش عاوزاه حراق براحتك يعني. انا حسيت ان يعني السمنه شويه، حطيت مكعبين زبده كمان. الصلصه بتاعتي متسبكه وزي الفل، تقدري تحطيها من الخلاط على طول، تقدري اللي انت عاوزاه، بس كده سلفتي كانت مقلياها ومخليها مظبوطه وكده فانا حطيت على طول. هاتي بقى كزبره وفلفل اسود وكمون وبابريكا وملح وفلفل وكمون وكزبره هو دول بس، وشويه من السبع بهارات. واقسمي التوابل دي 2، نصها حطها على الصلصه مع مكعبين من الماجي، والنص التاني خليه دلوقتي عشان اقولك هنعمل فيه ايه. ده نعناع فريش كنا جايبينه فقلت والله ما يفوتني ولا ينوبني الا لما يحط منه، حطيت منه معلقتين هرسه من الشطه كده، هرسه شطه برضو. والطبق وقع مني عادي، اعملوا نفسكم ما خدتوش بالكم.
بجد كانت تسبيكه زي الفل. الورق بتاعي زي الفل اتقطع، اتسلق كله. خدته بقى ورحت كده قعدت الفه. بصوا في الغالب انا ما بقطعوش كده، بقطعه على ايدي، بس انا شفت الطريقه دي على النت فعجبتني فقلت اجربها، ولقيتها فعلا حلوه وسهله يعني. وممكن ترصي الورق كله فوق بعضه وتقطعيه مره واحده اهو زي كده مثلا، بس تعملي كميه. انا امي واختي ما شفتهم بيعملوه كانوا بيعملوها على ايديهم، فعشان كده انا اتعلمت بقيت بعمل زيه. مش عيب يعني ان انا اغير برضو واشوف لو طريقه تانية عجبتني. او زي ما انتم شايفينه كده قطعته على ايدي زي ما انا وريتكم، والطريقه اللي تعجبك اعملي بيها. وقطعي بقى الورق الحجم اللي تحبيه ورصي بقى في المصفى بتاعتك. وبعدين هاتي بقى الخضار بتاعي كان لسه ما اتغسلش، نقيته طبعا الاصفر والعود اللي مش عاجبني، شبته بقدونس وكزبره. وبعدين رحت بقى اقلي عشان اعمل صينيه جلاش كده. ما نعمل عصاج يعتبر اقتصادي شبه اقتصادي. اللي عاوز طبعا يقلل نسبه البصل والحاجات اللي فيه يقللها، واللي عاوزه لحمه صافي يعمله، اللي عاوز طبعا حاجه يعملها يعني. انا جبت نص كيلو لحمه، ده طبق كده هو نص كيلو. وبعدين حطيته في الصينيه بعبوقة زيت او حبه سمنه، وبعدين فربته كده، حطيت عليه فلفل اسود وملح ومكعب مرق دجاج، وقطعت عليه بصل وجزر وفلفل اخضر كتير كده عشان يكتروا شويه يعني. وبعدين اللهم صل على النبي حطيت 7 بهارات، ولو عاوزه تحطي قرفه حطي، وفصين من الثوم، وبعدين بابريكا وملح وفلفل اسود وكمون، بس ما حطيتش حاجه عليه غير كده. وبعدين سيبيه بقى، غطي عليه وسيبيه مع نفسه، شوحيه شويه، بعدين غطي عليه وسيبيه مع نفسه، هيطلع معاكي احلى عصاج. هنعمل منه هيبقى معانا كميه كمان تعمل صينيه مكرونه. هوريكم دلوقتي في اخر الفيديو هنعمل ايه. والله هنعمل ما شاء الله يعني، ان شاء الله تكون سفره كويسه تستاهل ضيوفي وتشرف اي حد. كميه الرز اللي انت هتعمليها. وبعدين هاتي بقى بقيه التوابل وبصلايه كده، وحطي التوابل على البصلايه على الخضار، وقلبي الرز الاول تقليبه كويسه. التوابل دي اللي هي ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا وشعره 7 بهارات، وطبعا مكعبين دجاج. وبعدين حطي الخضار وقلبي الاول، وبعدين حطي بقى الصلصه بتاعتك وقلبي كله في بعض، وهتضايقي بقى الحدق اللي انت اللي انت عاوزاه واللي انت شايفاه واللي انت حباه يعني وكده حسب تذوقك انت. اهو دي ما شاء الله نسبه الرز بتاعي حوالي كان 3 كيلو. وبعدين تعالوا بقى نشوف. يلا دي حلت غالبا الورق العنب، عملت لها بصلايه وجزرايه وقرن فلفل وعود خضار وليمونه، وشلت حبه وخليت حبه في القعر كده بتاع الحله. والله كان وشها زي يعني فوق زي تحت. معايا بتنجان ومعايا فلفل معايا بتنجان ومعايا فلفل ومعايا ورق عنب. طبعا كلنا بنسترخى من لف الورق العنب، بس هو يعني في الاول وفي الاخر هو زي الكرنب والله يعني. بتجيبي الورقه وتقلبيها على ظهرها على الحته الخشنه، وتحطي حبه الرز وتقفلي من الجوانب، وبتعمليها اهو كده. ده كان الصفه الاولانيه. والكرنب كمان هحط ورقه من هي الخضره اللي انا كنت قلت لكم عليها، اللي كانت على الكرنبه من بره دي. وبعدين نحط شويه تتبيله، وممكن ما تحطيش بس من غير ليمون بقى. والورق بقى اللي انا كنت مقطعه معاكم اقطعه الحجم اللي انا عاوزاه. وده بقى بتحشي في ثانيه كده سريع على حسب طبعا حجم المحشي اللي انت بتحبيه، الرصه اللي انت بتحبيها. انا بحب الرصه العاديه دي، وفي الاول وفي الاخر هو كده بينقلب يعني كله في على الصينيه او في الاطباق او كده. لا اله الا الله. وبعدين بقى تعالوا نروح نسلق اللحمه. حطيت ميه للحمه وحطيت لها التتبيله بتاعتها، ورق لورا وطماطم وبصل وبعدين وحبهان، وسقطت فيها اللحمه. وتعالي بقى نعمل صينيه جلاش كده سهله وسريعه. الجلاش بتاعي جاي مش جاي لفات، هو جاي بالكيلو. كيلو عندنا ب30 جنيه بس يا تالي بس يا مكة. واللحمه المفرومه دي اللي انا كنت عاملاها، بس دي بقى كنا تاني يوم، انما المحشي ده كله كان قبلها بيوم بالليل يعني. كنا بالليل ونمنا بقى وصحينا الصبح، اللحمه بقى كانت بردت يا مكة. اللحمه كانت بردت وكانت حطيتها في التلاجة في العلبه كده زي ما انتوا شفتوها. وبعد كده بقى هجيب بقى كل ورقتين على بعض كده واحط فيهم حبه اللحمه المفرومه اللي انا عاوزاها. تقدري تضيفي جبنه موتزاريلا، تقدري تعملي فراخ، تقدري تعملي الحشوه اللي انت عاوزاه وبتحبيه. وبعدين هقوم جايه بقى حاطه النص كيلو اللي بقى معايا، قلت مش هعينه هعمله حلويات. الصينيه طبعا كانت صغيره على الجلاشه، فقلت هقسمها 2 كده زي ما انتم شفتم. بس ساعات الدماغ بتقفل يعني، فبتبقى محتاجه حد يزقها شويه.
جبت جلاشة بالعرض وقسمتها على 2 كده زي ما انتوا شايفينه، وما بين كل واحدة وواحدة بعد سمنة. وتقدري ما تحطي السمنة، وبعد ما تقطعي تقومي جايه حاطة كمية السمنة مرة واحدة، بس انا حبيته كده احسن يعني. وبعدين هعمل له حاجة اول مرة اعملها بصراحة، بس بصراحة ما عجبتنيش يعني، بس انا هقول لكم عليها دلوقتي. النتيجة بتاعتها ما عجبتنيش، من غيره افضل. عملت بقى في النص كده، قمت جايه نازله بالمكسرات، زبيب وجوز الهند وسوداني وشويه سكر اهو. ده كده كان في الاخر. وبعدين بقى كنت حشيت الورق العنب والكرنب والبتنجان، كله كان اتحشى معايا كده زي الفل زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله. جيت بقى الفراخ اللي انا متبلاها من امبارح، قمت جايه رصاها بقى على الصينيه كده، هحاول اضغطها. هما مش عارفه بصراحه كانوا كام ورك، بس هما كانوا كتير يعني، لان الشبكه دي المفروض بتاخد جوز مرتاح يعني، الجوز براحته، انما دي كانت مضغوطه بصراحه. نزلت بقى بشويه ميه كده في القعر بتاع في الصاج من تحت يعني، ورقة اللورة عشان تشم ريحة كده زي ريحة الشرب. وبعدين بقى في فرن البوتاجاز دخليها، في فرن الغاز دخليها، في الميكروويف في الفرن بتاعك الكهربائي دخليها، ايا كان، يا تقعد ساعة تقريبا كده. بقى كنت سلقت اللحمة، طبعا مش هعمل لحمة مسلوقة يعني، هعملها بطريقة حلوة جدا 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 بصراحة زي الفل. هتعجب كل اللي هياكلها، ومش هيصدق اصلا ان دي مسلوقة، مش هصدق اصلا ان دي مسلوقه، وان انت واخده منها الشوربه بتاعتها. هتجيبي الحله بتاعتك او الصينيه، وتنزلي بالسمنه، حته سمنه بلدي كده حلوه، وتقومي جايه نازله بقى باللحمه بتاعتك اهو زي ما انت شفتي. انا كنت مقطعه حتت صغيره، او هي كانت متقطعه اصلا حتت صغيره، نزلت شوحتها شويه، ونزلت بمعلقه عسل اسمر عليها كده. وبعدين نزلي فلفل اسود وملح وكمون وشويه بابريكا وتوابل لحمه. لو عندكيش استكفي بالفلفل الاسود والكمون وهيديكي نفس النتيجه. طبعا العسل الاسود هيخلي لونها بني، عامله زي اللي مش معموله يعني خالص في شوربه وكده. هتشوفوا دلوقتي لونها هيكون عامل ازاي ما شاء الله. شوحي بقى كده، وبعدين افتحي مكان في النص وحطي فيه فصين من الثوم، وهاتي بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل اخضر واضربوهم في الخلاط، وهاتي الميه بتاعتهم خديه. بوريكم الصوص بتاعها ليه كده عامله صوص. ودي الفراخ، الميه او التوابل اللي اتبقت معايا في قلب الصينيه، انا ما رميتهاش طبعا ولا اتخليت عنها، انا سبتها عشان اسقي بها الفراخ. وعاوزه اقول لكم والله ان الفراخ ما كملت حوالي ساعه في الفرن وكانت مستويه. نيجي بقى لحد الجلاش. معايا بيضه ومعلقه نشا ومعلقه لبن وشعره فلفل اسود، وعملتهم على بعض وهسقي بهم الشربات، هسقي بهم الجلاش وعليهم السمنه، لان انا ما كنتش حطيت السمنه بتاعتي. قلبهم بقى كويس عشان ما يكونوش مكتكتين من جوه وكده. السمنه حطيت على الجلاش، وحطيت كمان شويه في دي يعني. وبعدين قمت جايه نازله عليها على الجلاش كده زي ما انتم شايفينها، بقيت افتح. وعملتها قبل ما احطه في الفرن، انا عملتها قبل ما احط الجلاش. انا عارفه مثلا ان انا قدامي حوالي نص ساعه قبل ما احطه في الفرن، فانا حطيت التشريبه بتاعته دي قبل ما احطها في الفرن بنص ساعه. بصوا دي لون اللحمه بعد ما خدت شويه اللهم صل على الحبيب المصطفى، شويه البصل بالميه اللي انا عملتهم وكده. وبعدين قمت جايه بقى كده كنت مولعه الفحم، فانا عاوزه احطها على الشبكه مش عارفه احطها ازاي، فاتصرفت وجبت اللي هي بتاعت الزيت دي وحطيتها فيها، خدت بس ريحه الفحم كده. طبعا ما قسيتش عليها لان هي كانت حلوه يعني. وبعدين الفراخ بقى اعتبر معايا كان باقي لها بقى حوالي كده 10 دقايق ربع ساعه في قلب الفرن كمان تاخد اللون. طبعا بقلبها لان اللمه التانية بتكون بيضه، فانا بقلبها اللمه التانية عشان تبقى لونها بني كده واحمر من ورا ومن قدام. بصراحه الفحم كان مولع وكان حلو جدا يعني، ما ظبطش فشيلته تاني وقمت جايه حطاه. عاوزه اقولك بقى اللي هوريكي في سمين كده في الصينيه اللي انا كنت حاطه عليها دي من تحت، دي حاجه عامله زي الزيت كده، كل شويه حطي بقى كده سقسقي بقى على الفراخ من فوق.
بتنزل على الفحم من تحت بتقلب لك ريحه الدنيا كلها. بجد كانت الريحه خيال. طبعا الفرن مولع وسخن، انت جايه نازله بالجلاش. وعلى فكره الحاجه اللي انا قلت لكم عليها على الجلاش الحلو، اللي انا حطيت عليه كوبايه لبن بشعر بيكنج باودر، وبصراحه ما عجبتنيش، فما حدش يعمل كده يعني. دي الفراخ بتاعتي كانت خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده، والله العظيم زي اللي بنجيبها من بره، ويمكن احسن وافضل، نضيفه ومغسوله ومنقوعه في تتبيله كويسه، عارفه معموله ازاي. وفرنا 30 جنيه على كل فرخه، يعني دول كانوا هيتعملوا بحوالي 70-80 جنيه. يعني بصوا لون الفراخ عامل ازاي، بجد بألف هنا وشفا. ردتها بقى في الحله بغطاها بحيث او بورق سلوفان لو عندك، وقومي جايه ايه مغطياها بقى. بصوا اللون يا جماعه عامل ازاي، لا يا جماعه بصراحه جميل، بألف هنا وشفا. جبت الحله المغطى دي، وبكه اللي كانت عماله تضايقني من شويه لما كانت عماله تشيل الحل، اهو زي ما انتوا شايفينها كده. غطيتها بقى، وده لون الجلاش بتاعي، نفش من جوه، نفش من جوه عشان كنت حاطه فيه بيكنج باودر، نفش من جوه بقى كده، وبقى عامل زي الفطير. تعالوا بقى يلا نروح نعمل شوربه كدابه عشان نعمل ايه فيها المحشي. هاتي بقى ميه وحطي فيها معلقتين سمنه بلدي كده كبار، ولو عندك دهن متسيح حطي حته ورقه اللورة، مكعبين مرقه دجاج، حبه فلفل، حبه ملح، حبه كمون، وقومي جايه ايه مخليه الميه تغلي. وهاتي بقى الحلل بتاعتك كده رصيها. وطبعا انا عملت بصلايه وجزرايه وليمونه زي اللي انا كنت عاملاهم في قعر حله الورق العنب على الوش من فوق، اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الميه، الورق العنب بياخد ميه شويه عن البتنجان، عن قصدي الكرنب. ما تخليش الميه بتاعتك تبان من الكرنب من فوق، والله هيستوي هيكون زي الفل. يعني خليها يدوبك كده محصله اول صف من تحت بالعافيه، والله بتبقى حلوه جدا، وبيكون مفرفر ونازل صابع جنب صابع، وحاجه كده ايه هتعجبك جدا ان شاء الله. جيت بقى ايه قمت جايه حتى بقى نازله بالشوربه كده زي ما انتم شايفين، ومغطياه بورقه من بتاعه المحشي الخضراء، وسقيت التلات حلل زي ما انتم. وشلت بقى دي، ونزلت بقى بمعلقتين سمنه بلدي كده على الوش، ومعلقتين قشطه. دي كانت قشطه، ما حطيتش سمنه بلدي، حطيت قشطه. كل شويه كنت بداير الحله من هنا وهنا، وكنت بتاكد ان هو بيغلي، لانه هو ساعات بيعمل فينا مقالب كده غريبه. نزلت بمعلقتين من القشطه كده، وبعدين حطيت حبه ميه في قلب البوله بتاعتي دي، وقمت جايه نازله بيها تاني اهو. بصوا ده كان المنظر الاخير بتاعي. طبعا سقيت الجلاش، وكنت عملت صينيه كنافه بس ما صورش معاكم. دي السلطه الخضراء، ودي سلطه بصل كده بالكزبره عشان ابقى زين بيها، وبرتقان. ودي الكنافه بتاعتي لونها جميل، وده الجلاش، ودي الفراخ بتاعتي، وطحينه وسلطه اهو زي ما انتم شايفينها كده. هاخد بقى كل الاكل ده وننزل تحت. عملنا عصير بقى، المحشي بتاعي كان مستوي صابع من صابع الحمد لله يا رب. عملنا عصير جوافه، وعصير تمر هند، وعصير فراوله، واهو لا برتقان وتمر هندي وجوافه، وليمون اخضر بقى، وعيش وسلطه وكده. وده كان المنظر النهائي بتاعنا. خدنا كل الحلل بتاعتنا ونزلنا تحت بقى خالص في الدور الارضي، وقمنا جايين غارفين بقى. هوريكم طريقه الغرف. طبعا لو ما فيش عزومه ما كنتش غرفت كده، كنت اغرف على صواني كبيره ومش عارف ايه، بس عشان في اطفال عملنا كده عشان كله يبقى واكل وكده. يعني عملنا لسان عصفور، وعملنا جبنه مخلل بقى، وطحينه وسلطه خضراء وكده زي ما انتم شايفين. حضرنا المعالق والملح والكمون، واللحمه بقى حطيناها، لان مش كله كان بياكل لحمه، هو فرد او اتنين اللي كانوا بياكلوا لحمه بس. والبتنجان بتاعي طري زي الزبده، والمحشي الحمد لله رب تمت على خير. كل سنه طيب.